كثير من الناس يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء، مثلا عيسى، موسى، محمد، ذي الكفل إلى آخره، إدريس يسمون. لكن أكو نبي مظلوم يعني ما حد مسمى عليه. يا نبي هو نبي الله لوط. من نشوف الناس منو مسمى ابنه لوط. شوف خليني أقول لكم الشغلة، الأنبياء ما يتخذون يعني بأعمال قومهم. القوم اللي يكون به إذا كان هذا القوم فاسد فاشل، النبي ما له علاقة. فلذلك لما نجي ونسمي هذا لوط كأنما عيب، كأنما زحمة، كأنما فشلة. لا بالعكس، هذا النبي العفيف الطاهر الذي كان رافضا لما فعله قومه في ذلك الوقت. فاسم لوط هو نبي، اسم أحد الأنبياء سلام الله عليهم. لكن تبقى القضية شنو؟ أن لا نجعل من هذا الاسم عيبا أو اسم فشلا أنه نسمي به أولادنا كبقية الأنبياء. فشنو الإشكال إذا واحد سمى ابن لوط؟ شنو المشكلة؟ ولا نتخذ هو لوط يعني كأنما لواط وكذا، لا، ذلك الشيء وحد وهذا الاسم وحد. فهذا الاسم العظيم الذي يحمل من الشرف والعفة الذي كان يحمله نبي الله لوط. حياكم الله.